السلام عليكم، تحياتي للجميع. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو درته تفاعلا مع واحد النقاش اللي وقع مؤخرا بعد خروج المعتقل السياسي والمناضل الشهم الرفيق نور الدين العواج ما بين الاستاذ حميد المداوي وما بين بعض المناضلين. كما كتعرفوا المناضل الحقيقي هو اللي ما كيصادرش الاراء ديال الناس، كيكفل لهم الحق انهم يعبروا كيف ما بغاو، غير بشريطه انهم ما يسبوش، ما يكونش هناك سب وما يكونش هناك قذف وما تكونش هناك اتهامات مجانيه بدون دلائل ماديه قاطعه. بعض المناضلين اللي ما بقاوش متفقين مع الخط التحريري اللي كينهجو الاستاذ حميد المداوي، من حقهم. كما قلت، الانسان الحقيقي هو اللي ما كيصادرش الاراء ديال الناس. ما عجبكش واحد الخط التحريري من حقك انك تناقشو، من حقك انك فهمتيني ما تبقاش تدخل لعندو كاع، فهمتيني، غير ما تسبش وما تقذفش وما تتهمش الناس بدون دلائل ماديه قاطعه. كما قلت، انا واحد القضيه اللي بغيت نشير لها هو ان الناس من حقها انها تعاتب الاستاذ حميد المداوي، ناقش الاستاذ حميد المداوي، لان العتاب هو داك الصابون ديال القلب، فهمتيني. وكذلك يقول لك بان العتاب خير من الحقد. ما نحقدوش على الناس، نحفظوا لهم يعني التضحيات ديالو. الاستاذ حميد المداوي دوز 36 شهر ديال الحبس بالثانيه وبالدقيقه وبالسوايع، 36 شهر ديال الحبس. يعني هاد التضحيات اللي ضحى الاستاذ حميد المداوي كما كتعرفوا، ما كانش مدابز مع مرته، ما كانش مدابز مع نسيبته، ما كانش مدابز مع ولده اولا مع بنته. تعتقل من اجل المغاربه، من اجل ان المغاربه يعيشوا بكرامه ويعيشوا في دوله اجتماعيه عادله يسود فيها القانون، فهمتي. يعني الاستاذ حميد المداوي تعتقل قبل ما حتى شي واحد انه يجي يجمل عليه. مشيت عندك، ما مشيتش عندك، جيتي لعندي، علاش ما جيتيش لعندي. هو سبقنا كاملين، فهمتيني. يعني الاستاذ حميد المداوي ماشي سبقنا يعني جا عندنا للدار، لا، مشى لواحد البلاصه اللي ما تبغيهاش العدوك، مشى للحبس، مشى للسجن. اما الناس اللي كيطالبوا الاستاذ حميد المهداوي باش يمشي عند نور الدين او يمشي عند فلان او يمشي عند فلان، هادشي راه كيبقى حقه. ما كايناش واحد العقده، ما كاينش واحد الاتفاق بينه وبين حميد المهداوي انه يمشي عند فلان ولا ما يمشيش عند فلان. وانا لما زرت الاستاذ الاخ والرفيق ديالنا نور الدين العواج ناقشت معاه في هذه المساله، فهمتيني. اصلا نور الدين هادشي ما عجبوش بتاتا، ما عجبوش، فهمتيني. يعني هاد النقاشات قال لي بان هاد النقاشات هامشيه لا تستحق. قال لك انا كنعرف الاستاذ حميد المداوي الله يحسن العوان، الظروف فهمتيني والالتزامات الله يحسن العوان، فهمتيني. يعني ما عجبوش الحال. انا باش شرت لهاد القضيه لهادي الرفيق نور الدين والله ما عجبو الحال، لا هو ولا الاخ ديالو مراد. ما تيقول لك النقاشات هادي خصنا نناقشوا الجوهر، ماشي نناقشوا جيتي عندي ما جيتيش لعندي، جيتي لعندي ما جيتيش لعندي. هادشي تيبان لي انا البساله اقسم بالله الا البساله، خصوصا من الناس اللي كيدعيوا بانهم مناضلين وانهم حاملين مشروع ديال التغيير. المناضلين الشرفاء كاملين مع كل الاحترام والتقدير لهم، راه ما يمكنش يكون الاجماع على شخص. راه الله سبحانه وتعالى ما عليهش الاجماع، راه الانبياء وما عليهمش الاجماع، راه الرسل وما عليهمش الاجماع، راه الكتاب المؤرخين وما عليهمش الاجماع، فهمتيني. الصحفيين كاملين وما كاينش عليهم اجماع، الاساتذه وما عليهمش الاجماع. فبالتالي ما نحاولوش اننا نقزموا الناس ونرميوهم للزبل بحال اللي معمرهم كانوا. راه ما يمكنش نتربوا على هذه الاخلاق. راه نتوما هما القدوه ديال المغاربه، نتوما هما القدوه ديال المغاربه، خاصهم يشوفوا فيكم النموذج.
يعني الانسان ملي تيكون هادئ ما يمكنلكش تحكم عليه، ولكن الانسان ملي كينفجر وكيغضب عاد تما كيبان لك الجوهر ديال الانسان والطينه ديالو كيفاش دايره. فبالتالي الله يجازيكم بخير، هاد النقاشات خصنا نساليو معاها، خصنا نتعلموا اننا ما نصادروش الاراء ديال الناس وما نسبوش الناس، فهمتيني؟ باش نبنيو بلاد. راه كتعرفوا بان الدوله المغربيه فهمتيني انتما كتشوفوا الواقع كيفاش داير، وعاد كنزيدوا حنايا فهمتيني، والناس اللي كيدعوا بانهم فهمتيني حاملين مشروع ديال التغيير فهمتيني وكيطيحوا في هاد الفخاخ هكا فهمتيني، وكنعطيو فرصه للاعداء انهم يتشفوا فينا. فبالتالي الله يجزيكم بخير. راه ما يمكنش الانسان باش يكون عالم اولا باش يكون طبيب اولا باش يكون فيلسوف، ما يمكنش الانسان يكون في واحد المرتبه اولا في واحد الوضع اعتباري كبير بزاف قبل ما يكون انسان كيحس بالناس وكيراعي المشاعر الناس. الناس راه ملي كتجي كتسب واحد الانسان، هذاك الانسان راه عنده اسره، راه عنده زوجه، عنده اولاد، راه الكل كيكون كيولي معني بداك النقاش هذاك. الكل الام الوالده مثلا كتقول ولدي اشد على تصدع هذا المشاكل، الزوجه هكاك، الابناء هكا، كيدخلوا في واحد الدوامه اللي خطيره، خصوصا من الناس اللي كيكونوا قرابين ليك، الناس اللي دخلوا للدار عندك فهمتيني وكلاو الطعام ديالك وشربوا الماء ديالك فهمتيني وكلاو الملحه. الانسان خاصو يدير دائما قدام وجوه وقدام راسو فهمتيني هاد الاشياء هذه، فهمتيني؟ الاستاذ حميد المهداوي احب من احب وكره من كره، فهمتيني؟ غيبقى صحفي معتدل ما غيعطيش الموقف السياسي من النظام، هو صحفي كينقل الهموم والمشاكل ديال الناس، اللي اتفق معاه مرحبا، ما اتفقش معاه مرحبا. حميد المهداوي راه ماشي هو اللي غيغير العالم، حميد المهداوي ماشي كلشي خاصو يهضر بسميتو، هذاك الانسان اللي قد عليه راه تيقولوا اتفقتي معاه ما اتفقتيش معاه، يبقى هذاك الشيء حقك نتايا، حقك. ما نجرحوش في الناس وما كنقذفوش في الناس وما نساوش الناس التضحيات ديالهم، صافي وهكا وغنبقاو غاديين مزيان. واللي قد على شي حاجه يطلع ويهضر ويتكلم. يعني الانسان يكون قد القدرات ديالو، قد لسانه، فهمتيني؟ باش ما يوليش واحد القطيات صغيور قدام الاجهزه، فهمتيني؟ عطيني على المواقف ديالك اللي تكون قد القدرات ديالك، صافي لا اقل ولا اكثر. الا قدرتي انت تاثر واحد 20 الناس ولا اخر ياثر واحد 30 الناس ولا اخر ياثر واحد 50 الناس، حنا نجحنا. ولكن الا بقينا مقابلين بعضياتنا، شي كيعض في شي كيخون في شي، راه النظام داكشي اللي بغا يفرق اليساريين مع الاسلاميين مع القاعديين مع كل شيء باش يبقى هو بوحدو اللي تيحكم. ولكن هاد الفئات كلها وهاد النسيج يعني المختلف ما بين المغاربه، فهمتيني؟ الا قدرنا اننا نتوحدوا راه نقولوا الكلمه ديالنا. ولكن الا بقينا هكا شي كيطعن بشي شي كيسب في شي، هادشي راه ما غيساليش، وخصو يتوضع عليه حد باش البلاد تزيد لقدام. البلاد راه غادا للحيط، شي البلاد راه غادا للحيط، فهمتي؟ حنا خصنا نوعوا بهاد المساله. الا كانت في الاستاذ حميد المهداوي واحد 10% ولا 20% زوينه، فهمتيني؟ واستثمر فيه هذيك 10% ولا 20%. الا كانت في نور الدين واحد 5% او 10% او 20%، ونستثمروا في نور الدين عا في داك 10% ولا 20%، فهمتي؟ بالعكس حنا الا شفنا نور الدين اولا اي مناضل فهمتيني تيقول واحد الكلام اللي اصلا الوضع في المغرب ما كيسمحش انك تصعد بزاف، ما كيسمحش، فهمتيني؟ خاصك تنبو، غير تكون بطريقه لبقه وفهمتيني وبحسن نيه وفهمتيني وبينك وبينه، ماشي تخرج للعوام فهمتيني وبدا ولا. ونتمنى ان شاء الله يا ربي ان الميساج ديالي يكون وصل. وانا راه ما كنحقد على حتى شي واحد، فهمتيني؟ وما غنكره حتى شي واحد،
حتى الناس اللي غيعلقوا ويديروا لي كومونتير. انا راه واحد الوقيته باش كان الاستاذ حميد المهداوي راه كاينين بعض الناس دابا راه مشاو خدموا في قنوات فهمتيني، ولاو كيديروا واحد نسبه المشاهده كبيره ولاو طالعين للسما الفوق فهمتيني. راه كانوا كيتهموني بواحد الاتهامات مع حميد، راه مصيبه كحله، راه مصيبه كحله. ترجعوا الفيديوهات القدام ديالهم وغتشوفوا. ولكن واش انا غندير راسي فيهم؟ انا صافي خديت واحد الطريق راني غادي فيها، لا اقل ولا اكثر. اللي بغى يشرق يشرق، اللي بغى يغرب ما غنطيحش في داك البيج انا ديالو، حيت واخا ندير اللي ندير ما غنرضيش، واخا ندير اللي درت ما غترضيش الانسان، واخا ما عرف شنو دير معاه. يعني هاد المساله هادي خاصك تحطها قدام عينك. فبالتالي صافي صافي تاش الطريق ديالك وكمل على داكشي اللي بغيتي وفين باغي توصل، وخلي الناس تقول اللي بغات. شغلها هذاك، شغلها هذاك، يعني بنادم ما يديرش يديه صافي. الا كان عا فمو اجيبها فمو وقول شغلو هذاك. راه كل واحد كيعبر على الافكار ديالو فهمتي، كل واحد كينفق من داكشي اللي عنده. عندك شي حاجه زوينه راه كتنفق بها، ما عندك شي حاجه زوينه تكمش. وتحيه للجميع، شكرا.